جابرييل كليمس طفل أمريكي عنده 13 سنة. جابرييل كان بيتمرجح بحبل فوق المية وعامل فيها بهلوان ومتقمص دور طرزان على الآخر، وراح مكملها بقى ونط في قلب البحيرة. جابرييل أول ما نزل من هنا حس بأسنان حامية زي السكينة بتعض في رجله، ولأنه طفل فغريزيا كده بدأ يضرب الوحش اللي بيعض فيه. بس حظه الحلو إن الوحش اللي كان بيعض فيه ده يبقى تمساح صغير هو كمان زيه. ومع الضرب بقى اللي جابرييل كان هاري بيه التمساح فك قبضته عن رجله وسابه وقدر يعوم للشط ويطلع من تاني. وهناك بقى الجيران جريوا بيه على المستشفى علشان يشوفوا لو في اي اصابات او مشاكل يلحقوا ينقذوه منها. والمدهش بقى ان جابرييل خرج من صراعه مع التمساح سليم ومن غير اي خدش، وطلع من المية قطعة واحدة سليمة زي ما نزلها بالظبط. وده بقى يبقى عكس اللي حصل تماما لإيريك ميردا اللي حظه كان وحش على الآخر وهيتدشمل في حلقة النهاردة. إيريك هينزل لقلب المية بمزاجه وهيخسر دراعه اليمين لحد المرفق، ولما يخرج من المية هيخسره كله تقريبا. لا ده احنا يلا بينا بقى ومن غير سسبنس كتير ندخل في المدعكة على طول ونتعرف على قصة إيريك ميردا والتمساح القاتل اللي أكل دراعه، وكمان إيه حكاية عذابه اللي استمر لمدة 3 أيام في قلب الغابة. بس زي ما احنا متعودين صديق الانسان قبل الكلام وجب السلام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فيديو جديد من اوعى الوحوش طبق لشق. صديق الانسان انت مش غريب واكيد خلاص عرفت وحفظت ان الحلقه مادام فيها دم وتماسيح يبقى احنا اكيد في فلوريدا، البلد في الولايات المتحده الزفتيه. يوم 17 يوليو سنة 2022 إيريك ميردا صاحب ال 43 سنة لقى نفسه عنده وقت فراغ وزهق وملل. هو على طول بيكون مشغول في شركته المختصة بالري والرشاشات بتاعة المية، لكن اليوم ده خلص شغله بدري وخد عربيته وكان مروح للبيت. إيريك وهو بيسوق لقى طريق ترابي جديد أول مرة يشوفه، وقرر وقتها بقى إنه يقتل الملل ويدخل يستكشفه ويشوف هو بيودي لأنهي داهية. إيريك ركن العربية ونزل يتمشى على رجله ويتفرج على جمال الطبيعة الخلابة لحد ما وصل لمكان اسمه معسكر أسماك خروف البحر. وده مكان الصيادين والمخيمين عارفينه كويس علشان في أوقات بيروحوا هناك يستمتعوا ببحيرة خروف البحر لما بيخيموا هناك. وده برضه يبقى مكان خطر في نفس الوقت لأنه مليان بالحشرات المزعجة اللي شايلة أمراض على جناحاتها، والأخطر هناك بقى هو التماسيح القاتلة. لكن إيريك وقف كده وكلم نفسه وقال لها احنا ما بنخافش من حاجة، أنا مولود في فلوريدا يعني مملكة التماسيح ذات نفسها. إيريك سرح أكتر في جمال الطبيعة ومشي من 1 الظهر لحد الساعة 4 على رجله من غير ما يحس بأي حاجة. لكن فجأة كده لقى إن إزازة المية اللي كانت معاه خلصت تماما ورجليه بدأت توجعه من المشي والحر كان خلاص هيفرقع خلايا نافوخه، علشان كده قرر يرجع للعربية ويمشي ويروح بقى. بس وهو راجع كانت الأماكن كلها شبه بعضها قدامه، ده غير إنه كان سايب موبايله في العربية، يعني باختصار كده هو تاه. وقعد يدور ويبص يمكن يلاقي شجرة مألوفة عدى عليها من شوية أو أي مكان حتى يفكره هو فين، لحد ما فعلا لقى عربيته بس كانت على الطريق التاني من البحيرة. وكده ما بقاش قدامه غير حل من اتنين: يا يمشي على رجله ويدور على الطريق التاني وممكن يتوه اكتر وما يعرفش يوصل، يا ينزل يعوم الميلين اللي قدامه دول ويعدي الشط التاني وياخد عربيته ويتكل على الله. إيريك زيه زي باقي سكان فلوريدا وزيكم طبعا انتوا كمان، يعني كان عارف ومتأكد ان اي بحيرة او مستنقع في الولاية هيكون فيه أليجيتور او تماسيح مستخبية في القاع. إيريك قعد يفكر في الموضوع والدنيا كانت بتضلم عليه والوقت بيتأخر، وقال إن أحسن فرصة علشان يعرف يخرج من هنا هو إنه يعوم للشط التاني وياخدها بسرعة. إيريك نزل فعلا للمية وقال إنه هيعدي لهناك في 15 دقيقة بالكتير، لكن الهدوم والكوتش اللي كان لابسهم تقلوا حركته جدا وبطئوها، وده خلاه يقلعهم وهو بيعوم في قلب البحيرة علشان ما يفرهدش أكتر من كده، وكمل عوم وهو سلبوت على الآخر. وقتها بقى حس بالراحة وإنه بقى أسرع وأكتر مرونة ورشاقة. بس في اللحظة دي برضو إيريك حس إحساس تاني، وهو إن في حاجة مش طبيعية في المية وإن في حد بيراقبه وبيبص عليه. طبعا يا معلم ما انت قلعت ملط، احنا نستهبل. تمساح ضخم كان بيعوم جنب إيريك على بعد مترين، ولما إيريك حس بيه قرر يسرع من السباحة بتاعته علشان يقدر يهرب منه. واول ما رفع ايديه اليمين علشان يقوم اسرع كان التمساح ناطط عليها وقفل بقى ال 80 سنة بتوعه على الجزء الخارجي من دراع إيريك.
التمساح بيمتلك اقوى عض على سطح الكوكب زي ما احنا قلنا قبل كده، بس مش علشان اسنانه حادة، لا ده لانه كمان بيمتلك عضلات فك قوتها ما تتصدقش وجبارة. يعني باختصار كده لو قفل بقه على اي فريسة من رابع المستحيلات انها تقدر تفك نفسها منه. التمساح بعد ما ياكل دراع إيريك مش هيتنازل عن أكل باقي جسمه كله، والضحية كان عارف ده كويس جدا. علشان كده إيريك بقى بيضرب التمساح بإيديه التانية وبرجله علشان يفك قبضته عنه. وقتها التمساح قال له أنت هتستنصح عليا يا روح أمك ولا إيه؟ وراح سحبه بقى تحت المية علشان يغرقه، بس إيريك كان بيرجع للسطح من تاني بكل قوته لأنه سباح واعر بالزاف. والحركة دي اتكررت مرتين، وفي المرة التالتة التمساح قال له أنت مش عاوز تتاكل يعني من سكات؟ بقول لك إيه، أنت هتفرهد أمي معاك ليه؟ وراح مستخدم بقى السلاح الأكثر فتكا ورعبا عنده. التمساح رقص رقصة الموت أو لفة الموت مع إيريك، ودي لفة بيعملها لما بيحب إنه يقطع ويفصل أجزاء الفرائس الكبيرة عن بعضها. وللأسف قدر إنه يقطع دراع إيريك اليمين لحد المرفق، وخد دراعه في بقه واختفى في قلب قاع البحيرة. وساب إيريك لوحده وهو شايف عظمه خارج من جسمه، وشايف كمان دراعه اللي كان لسه لازق فيه من ثواني بيتسحب في قلب القاع. ده غير إن البحيرة كمان اتغير لونها لدم إيريك للون الأحمر، ودي كانت أقل الأضرار، لأن بالرغم من الصدمة والألم إيريك ما كانش عاوز يغرق أو يموت أو إنه يبقى وجبة عشاء سهلة لتماسيح البحيرة. إيريك عام برجله وإيديه اللي فاضلة لحد ما لقى شجرة طلع عليها وقعد يصرخ بقى على صوته لمدة ساعتين كاملين لحد ما فقد الوعي تماما. بعدها بقى صحي على صوت طيارة هليكوبتر وقعد يشاور لهم، بس لا حياة لمن تنادي. إيريك فضل ماشي في قلب الغابة على أمل إن حد يلاقيه، وفي الوقت ده كانت أنسجة دراعه متدمرة تماما، والأنسجة المكشوفة اتضررت بشكل أكبر وحصلت له التهابات شديدة جدا. لكنه بالرغم من كل ده كان لسه تايه ولوحده في قلب الغابة ومش عارف يعمل إيه. وكان عارف إنه علشان يعيش لازم ينزل للبحيرة من تاني ويعوم علشان يعدي للشط الناحية التانية. بس إيريك كان شايف التماسيح في البحيرة، وقال إن التمساح اللي أكل دراعه رجع تاني وكان بيراقبه علشان ياكل اللي باقي منه. إيريك فضل تايه في الغابة ودراعه مفقود لمدة 3 أيام في عذاب مميت. يعني لك أن تتخيل 3 أيام من غير أكل، ومش هنقول من غير شرب كمان لأنه كان بيشرب من مية البحيرة، بس برضه ده عذاب. 3 أيام كاملين من غير أي أكل وبتنزف ودراعك متاكل والوجع مش بيسكت ولا بيقف. ده أنت لو صباعك اتخبط في رجل الكومودين وبتقعد أسبوع تتوجع وبتقول لهم في البيت خدوني بسرعة على المستشفى اعملوا لي أشعة. المهم ان ربنا كان رحيم بإيريك، وفي اليوم الرابع لقى ازازة بيرة مرمية على الارض، وعرف ان المكان ده بقى فيه ناس، وده اللي رجع له الامل من تاني بعد ما كان بدأ يتلاشى تماما، وكان متأكد وقتها انه هيقابل حد ينقذه اخيرا. وفعلا إيريك بيلمح سور من بعيد وبيشوف واحد بيقرب عليه، وده اللي خلاه يصرخ بكل طاقته اللي كانت فاضلة لحد ما اغمى عليه علشان ينقذوه. الراجل خد إيريك وجري بيه على اقرب مستشفى علشان يلحقوا انهم يعالجوه. وفي ال3 أيام دول إيريك كان خسر 7 كيلو من وزن جسمه، وكان لازم الأطباء يدوله مضادات حيوية كتير في الوقت ده، وده تسبب في تآكل جرحه اللي كان اتلوث تماما وبقى محتاج عملية بتر وقطع أجزاء تانية منه. قال يعني هو ناقص، مش كفاية عليه التمساح؟ وفعلا عملوا له بتر وتقريبا دراعه كله اتشال إلا حتة صغيرة من فوق. بس كل ده بقى ما كانش فارق معاه لانه تعافى ورجع يشم ويتنفس من تاني ورجع لبيته ولعياله ال7. وبرغم من انه شغله في مجال الري من تاني بقى مستحيل خلاص، الا انه بقى شغال في التنمية البشرية وبيعمل بودكاست وبيدي محاضرات تحفيزية للشباب وبيحكي لهم بقى عن مواجهته للموت والدروس اللي اتعلمها من التجربة اللي مر بيها. وبكده يكون خلص فيديو النهاردة من اوعى الوحوش تبقى لشط. صديقي الانسان الجميل الحبوب، بعيد الشر طبعا عنك، انا ما اتمنالكش اي حاجه وحشه، وخصوصا بقى لو كانت الحاجه دي لا قدر الله في ايديك، عشان انا عاوزك تعرف تعمل لايك وكومنت كويس. بس لو لا قدر الله كنت انت بقى اللي مكان إيريك وتهت في الغابه وشايف عربيتك الناحيه التانيه وهي دي الحاجه الوحيده اللي هتنقذك، كنت هتكمل مشي وتوهان في الغابه وتقول يا صابت يا 2 عور، ولا كنت هتنزل تعوم زي إيريك ولا قدر الله بقى تتاكل كلك وقتها؟ اكتب لنا تحت في التعليقات كنت هتتصرف ازاي بمنتهى المصداقيه. وإن شاء الله استنونا في حلقات جاية أقوى وأمتع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.